عملت المكشكشة بطريقة ماما، طريقة سهلة وبسيطة ومكونات خفيفة وصحية. عملناها حدقة بسبانخ وكزبرة وجبنة قريش. قطعت السبانخ والكزبرة بحجم قد بعض وضفنا الجبنة القريش مع سماق وزعتر، وهي دي بس التوابل اللي استخدمناها. بعدها في صينية هندهنها زيت صغيرين قوي، ونجهز بره ورقتين جلاش عليهم الخلطة، ونبدأ نكشكشها بإيدينا ونحطها في الصينية، ونفضل نكرر ده لحد ما الصينية تتملي. ما استخدمناش أي نوع من الزيوت عشان كده هي خفيفة. هنجهز لبن وبيض مع رشة ملح ورشة فلفل أسود، ونرشها من فوق ونتأكد إن كلها اتشربت. هندخلها الفرن لحد ما تستوي أو لما لونها يبقى ذهبي ومقرمش. طلعت هشة وطرية وجميلة، بتشبع جدا لأن فيها 3 أنواع بروتين. طعمها كمان حلو وتنفع في أي عزومة. ودي كانت وصفة من وصفات ماما، قوليلي لو حابين وصفات تانية. نبدأ باسم الكريم، نعمل حيرة